ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن فيلم ثور ذا دارك وورلد، وده تاني فيلم في فيز 2 في الانفينيتي ساجا. واللي مش فاهم اللي انا بتكلم فيه ده ممكن انك تدوس على الفيديو اللي هيظهر فوق على اليمين عشان تبقى فاهم الكلام ده. الفيلم التالت في الفيز دي هو فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر، وده يعتبر كمان تاني فيلم في سلسلة كابتن امريكا في العموم. الفيلم بيبدأ بعد سنتين لأحداث فيلم The Avengers Battle of New York. ستيف روجرز بيشتغل مع منظمة شيلد، وكان في نفس الوقت بيحاول إنه يتكيف مع المجتمع المعاصر بما إنه كان متجمد لمدة كبيرة جدا. في يوم وهو بيجري قابل شخص اسمه سام ويلسون، وده كان جندي في السلاح الجوي في الجيش الأمريكي، وسام بيحاول إنه يساعده علشان يتأقلم كمان مع المجتمع. في خلال مهمة من المهمات اللي كانوا بيقوموا بيها كان في ميشن كانت معاه بلاك ويدو اللي اسمها ناتاشا رومانوف مع فريق مكافحة الإرهاب لشيلد اللي اسمه سترايك، واللي كان مسؤول عن الفريق ده اسمه بروك راملو. والميشن دي كانت علشان يحرروا رهائن على سفينة شيلد، واللي كانوا خاطفينهم قراصنة أو مجموعة مسلحة، وكان قائدهم اسمه جورج باتروك. بعد لما بيقدروا انهم يحرروا الرهائن، ستيف بيكتشف ان ناتاشا عندها مهمة تانية خالص، وانها كانت تاخد معلومات من الكمبيوتر بتاع السفينة. لما بيرجع مقر شيلد اللي اسمه ترايسكيليون، ستيف بيواجه نيك فيوري وبيقول له ازاي ما تقوليش ان ناتاشا كانت شغالة لوحدها وكان عندها مهمة تانية خالص. فنيك بيبدأ يقول له ان الداتا اللي جابتها له ناتاشا جواها معلومات على مشروع اسمه انسايت، وده عبارة عن 3 طيارات كبار من الهيلي كارير متوصلين بقمر صناعي للتجسس، وده معمول علشان يقضي على أي تهديد من قبل ما يحصل أصلا. بيبدأ فيوري إنه يحاول إنه يفك شفرة اليو اس بي اللي جابتها له ناتاشا، بس بيلاقي إن الداتا مقفولة باسمه وهو أصلا ما عملش أي حاجة. فبيبدأ إنه يشك في المشروع انسايت، وبيطلب من الراس الكبيرة بتاعت شيلد والسكرتير الأمن الداخلي اللي اسمه ألكسندر بيرس إنه يأجل المشروع شوية. نيك فيوري وهو رايح عشان يقابل ماريا هيلز اتعمل له كمين من مسلحين وكانوا تحت قيادة قاتل اسمه وينتر سولجر. قدر فيوري انه يهرب وبيروح شقة ستيف روجرز وبيقول له ان شيلد بقت مخترقة، بس وينتر سولجر بيقدر انه يضرب فيوري ويسيبه جامد. قبل لما فيوري بيتصاب بيدي لستيف روجرز الدرايف اللي عليه كل البيانات. بعد كده فيوري بيروح المستشفى، بس بيعلنوا ان فيوري مات بسبب الضربة اللي اخدها من وينتر سولجر. وماريا هيلز بتستلم جثمان فيوري، وتاني يوم بيرس بيستدعي ستيف للترايسكيليون. لما ستيف بيقابل بيرس بيبدأ بيرس يسأله عن فيوري، لكن ستيف مش بيقول أي حاجة عن المعلومات اللي فيوري قالها له. فبيرس بيعلن إن ستيف روجرز هو هارب ولازم يتقبض عليه، وبيؤمر سترايك تيم إنهم يحاولوا إنهم يمسكوا ستيف روجرز وهو في الأسانسير، بس ستيف بيقدر إنه يهرب منهم، وبيبدأوا بعد كده إنهم يتتبعوه علشان يقبضوا عليه. ستيف بيقدر انه يقابل ناتاشا رومانوف وبيبداوا انهم يحاولوا انهم يفكوا شفرة الدرايف اللي معاهم. ولما بيفكوا الشفرة الدرايف بيخليهم يكتشفوا مكان تحت الارض سري لشيلد في نيو جيرسي، وهناك بيشغلوا سوبر كمبيوتر اللي كان جواه وعي ارمن زولا. زولا بيبدا انه يحكي لهم انه بعد لما اتقبض عليه من ستيف روجرز اثناء الحرب العالميه الثانيه، وزي ما شفنا في فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، شيلد جندته علشان يبقى معاهم، لكن في السر هو كان بيعيد تشكيل هايدرا جوه شيلد، وده كان من خلال انهم بيعملوا فوضى في العالم كله علشان الانسانيه تتنازل عن حريتها مقابل الامن. وكانوا بيستخدموا وينتر سولجر كسلاح اساسي ليهم، وبيقول لهم ان لما كان حد بيبدأ انه يكتشفهم او يشك فيهم كانوا بيقتلوه. وبيجيب لهم صورة ابو توني ستارك اللي اسمه هوارد ستارك. وكمان قال لهم انه اصيب بمرض خطير في سنة 1970 وجسمه كان بيموت، ولقى ان احسن حاجة علشان يفضل عايش انه يخلي وعيه موجود في الكمبيوتر. وبيقول لهم انه كان شغال على خوارزمية كانت هايدرا طلبها منه. قبل لما يقدر ستيف وناتاشا انهم ياخدوا منه اي معلومات زيادة، زولا بيضحك عليهم ويقول لهم انا مش هقدر اقول لكم على اي معلومة تانية لان الوقت ده كله انا كنت بطول في الوقت لحد لما شيلد تكتشف مكانكم. وفعلا شيلد بتكتشف مكانهم وبتبعت صاروخ يضرب المكان كله. ستيف وناتاشا بيقدروا انهم يهربوا وبيتأكدوا ان الكسندر بيرس هو قائد هايدرا اللي جوه شيلد.
بعد كده بيروحوا بيت سام ويلسون علشان يستخبوا عنده. سام بيقول لهم انه ممكن يساعدهم لانه معاه جناح بيخليه يقدر انه يطير اسمه فالكون، وكان بيستخدمه لما كان في السلاح الجوي الامريكي. ستيف وناتاشا وسام بيقدروا انهم يقبضوا على شخص اسمه جاسبر سيتويل، وهو جاسوس لهايدرا جوه شيلد، وبيجبروه انه يكشف لهم عن خوارزمية زولا، وهي عبارة عن داتا مايننج او تتبع للبيانات بتخلي انهم يعرفوا شخصيات هتسبب خطورة لهايدرا. وكمان قال لهم ان هايدرا هتستخدم المشروع ده علشان يقضوا على اي حد حاسين انه هيبقى تهديد ليهم وللعالم بتاعهم، وبيقول لهم زي مثلا توني ستارك وبروس بانر وستيفن سترينج. بيقرروا انهم يروحوا الترايسكيليون، بس بيهجم عليهم وينتر سولجر وبيقتل جاسبر سيتويل، وهم بيحاولوا انهم يهربوا من وينتر سولجر. ستيف بيقدر انه يتعرف على وينتر سولجر، وطلع صاحبه الانتيم اللي اسمه باكي بورنز اللي كان فاكر انه مات، لكن قدر انه يعيش، وده بسبب تجارب زولا عليه، وكان كل شوية بيغسل دماغه برين ووشنج يعني، وكانوا كل شوية بيخلوه يتجمد علشان يعمل عمليات هايدرا اللي تطلب منه. وفي الاخر بيتقبض على الثلاثي اللي هم ستيف وناتاشا وسام. وهم في طريقهم للترايسكيليون، ماريا هيلز بتقدر انها تهرب الثلاثي وتوديهم انهم يقابلوا نيك فيوري اللي كان لسه عايش وكان مزيف موته، وبيقعدوا مع بعض وبيتفقوا انهم لازم يبوظوا الهيلي كاريرز بتاعت مشروع انسايت عن طريق انهم يبدلوا الشيبس بتاعت التحكم. بعد لما بيوصل افراد من مجلس الامن العالمي علشان يحضروا انطلاق مشروع انسايت، روجرز بيكلم الناس اللي في الترايسكيليون من خلال البث الداخلي على خطة هايدرا انهم عايزين يسيطروا على العالم كله ويقتلوا ناس كتير جدا. رومانوف بتتنكر في شخصية من شخصيات المجلس ده. فيوري كمان بيوصل وبيجبر بيرس انه يفك الداتابيز بتاعة شيلد علشان يخلي ناتاشا تقدر انها تسرب معلومات سرية علشان يقدروا يفضحوا هايدرا قدام الجمهور وقدام العالم كله. بعد حركة مش ظريفة حصلت من بيرس، فيوري بيقتل بيرس. روجرز وسام بيقدروا انهم يبدلوا الشيبس زي ما كانوا متفقين من 2 هالي كاريرز، لكن بورنز اللي هو وينتر سولجر بيقدر انه يبوظ بدلة سام، وبيروح لستيف علشان يوقفه من انه يحط الشيب الاخيرة في الهيلي كارير. ستيف بيقدر انه يصد بورنز وبيحط الشيب في اخر هيلي كارير، وده بيخلي ماريا هيلز انها تقدر انها تتحكم في الهيلي كاريرز وبتخليهم كلهم يدمروا بعض. ستيف بيرفض انه يهاجم بورنز في محاولة منه انه يرجع صاحبه او يفتكره، لكن الهيلي كارير بتتدمر في الترايسكيليون، وروجرز بيقع في زي بحيرة كده صغيرة. بورنز بعد كده بينقذ ستيف روجرز اللي كان فاقد الوعي وبيهرب من المكان اللي هو فيه ده. بعد كده بما ان شيلد بدأت انها تبقى مكشوفة قدام الناس، في زي لجنة فرعية بتتعمل، وبتروح ناتاشا رومانوف علشان تدافع عن نفسها وعن تصرفات ستيف روجرز. وفيوري بيقرر انه يروح لأوروبا الشرقية علشان يدور على آخر خلية لهايدرا اللي فاضلة. وروجرز بعد كده هو وسام بيقرروا انهم هيدوروا على بورنز. وراملو بيقدر انه يعيش بعد لما مبنى الترايسكيليون بيقع عليه وبيودوه المستشفى. الفيلم بيخلص على كده. الفيلم فيه 2 اندنج سين. اول اندنج سين ان شخص اسمه بارون وولفجانج فون ستراكر في مختبر لهايدرا بيقول ان عصر المعجزات ابتدى، وفي علماء بيبدأوا انهم يعملوا ابحاث على السبتر بتاع لوكي، وكمان بقى عندهم متطوعين، واحد عنده قوة السرعة والتانية عندها تيليكيتك باورز او انها تقدر انها تحرك الحاجات بدماغها. الاندنج سين التانية ان باكي بورنز بيزور متحف تذكاري لكابتن امريكا وشاف صورته جنب كابتن امريكا. بس كده، ده كان فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم جاردن اوف ذا جالاكسي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.